الناس اللي نبرة صوتها عاملة لها مشاكل، اللي دايما نيجي نقول لهم وطي صوتك وهو يرد يقول انا صوتي واطي، انا اللي صوتي عامل كده. متقلقوش، كل مشكلة وليها حل. نبرة الصوت من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي المسج بتاعتي ما توصلش بالشكل المناسب، ولازم تشتغل على نبرة صوتك. طيب اشتغل على نبرة صوتي يعني اعمل ايه؟ اول حاجة لازم تعرف طبيعة صوتك. دايما بنقول صوتك ده هو وسيلة وليس غاية، يعني وسيلة أنا بستخدمها علشان أوصل للناس اللي أنا عايزه، لكن هو مش غاية في حد ذاته. يعني أنا مش عايز صوتي يكون يعني كروان، مش هغني، أنا مجرد إن أنا عايز أوصل للناس المعلومة اللي أنا عايزها بالطريقة المناسبة. طيب أول حاجة بسأل نفسي فيما يخص الصوت، بسأل هو أنا طبيعة صوتي من أنهي نوع؟ يعني هل أنا صوتي عالي ولا أنا صوتي واطي؟ في بعض الناس هو طبيعة حنجرته كده صوته عالي، وناس زي حالاتي هو طبيعة حنجرته صوته هادي. طيب ايه الكويس وايه الوحش؟ يعني هل الصوت العالي هو الحاجة الكويسة؟ الصوت الواطي هو الحاجة اللي مش كويسة؟ ولا العكس؟ ناس كتيرة هتجاوب وتقول لي اللي في النص. والحقيقة لا الصوت العالي كويس ولا الصوت الواطي كويس ولا الصوت اللي في النص كويس. امال ايه؟ الديبند. يعني ايه الديبند؟ على حسب. على حسب ايه؟ على حسب الموقف نفسه. يعني في مواقف معينة بتستدعي ان انا لازم صوتي يكون عالي. موقف مثلا زي ان انا عايز احمس التيم بتاعي، احمس الناس اللي شغالة معايا. اكيد مش هحمسهم بان انا هقعد اقول لهم يا جماعة احنا المفروض نعمل التارجت كويس، هيناموا مني. لازم يكون صوتك فيه باور، فيه حماس. فدي حاجة، موقف معين يستدعي ان صوتي يعلى. في مواقف تانية لازم صوتي يهدى فيها. يعني انا دلوقتي عايز اتكلم مع حد 1 تو 1 كده ما بيني وما بينه، ما ينفعش ان وانا بتكلم ما بيني وما بينه ان انا لا اله الا الله تسمع اللي انا بقوله. انا عايز انصحه حاجة ما بيني وما بينه، فلازم اقولها له بصوت واطي شوية. فمهم قوي ان انا اسأل نفسي هو انا طبيعة صوتي هل عالية ولا واطية ولا وضعي ايه بالظبط، لان بناء عليه هعرف ازاي ان انا اشتغل على صوتي كويس. فاول حاجة فكرة الفوليوم، هو صوتي عالي ولا لا. ولازم نتفق على حاجة كده، ان مفيش حاجة اسمها الصوت العالي هو الكويس او الصوت الواطي، لا، هو على حسب الموقف اللي انا محطوط فيه بيستدعي ان انا استخدم انهي نبرة صوت. مهم قوي ان نبرة صوتي تكون واثقة. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا بتكلم في حاجة لازم اكون واثق من اللي انا بقوله، لازم نبرة صوتي تعكس ان انا الكلام اللي بقوله ده انا مقتنع بيه. يعني تخيل كده لو انا بشرح لك كورس والكورس ده نبرة صوتي مش واثقة، يعني انا النهارده هكلمكم على فكرة الاهتزاز في الصوت ده، هتوصل لك ايه؟ توصل لك ان انا مش واثق في المعلومة اللي انا بقولها. فمهم قوي ان نبرة صوتي تكون واثقة، خصوصا ان انت هتحتاج ده جدا 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 لو انت بتشتغل. تحتاج ده لو انت مثلا عايز تقنع مديرك بفكرة معينة، او عايز تقنع زمايلك ان هم يعملوا حاجة معينة، فلازم نبرة صوتك تكون واثقة. لان جزء من اقتناعهم بفكرتك ان انت تكون اصلا مقتنع بيها. طب لو انا مقتنع بيها بس للأسف بتكلم بنبرة صوت مش واثقة، فمش هيوصل أبدا للناس اقتناعك بالفكرة، وبالتالي هيبدأوا يرفضوا الفكرة بتاعتك. فمهم قوي إن نبرة صوتك تكون نبرة صوت واثقة. من ضمن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها في نبرة صوتك إن هي تكون معبرة. يعني إيه معبرة؟ يعني معبرة عن الموقف اللي أنت موجود فيه. اوقات كده بيبقى في موقف يستدعي نبرة صوت حزينة، ان انت مثلا سي رايح تعزي او حد عنده مشكلة فانت عايز تواسيه، فلازم تاخد بالك كويس قوي ان نبرة صوتك تكون معبرة. طيب موقف تاني يستدعي الفرح، حد بتبارك له على نجاح، بتبارك له على اتخرج او ربنا رزقه بمولود او رزقه بشغل، فلازم نبرة صوتك تكون بتعبر عن ان انت مبسوط للشخص ده. فمهم قوي ان ايه نبرة صوتك تكون معبرة. وعلشان تبقى معبرة دايما بنقول ان هي لازم تبقى ايموشنال كده، اللي هو يعني فيها مشاعر.
فيها مشاعر على حسب الموقف. انت لو عايز توصل له ان انت قلقان، عايز توصل له ان انت خايف عليه، عايز توصل له ان انت عايز تحمسه، فنبرة صوتك مهم قوي ان هي تكون معبرة. نبرة صوتك مهم ان هي تكون مش مملة. يعني طب ايه اللي بيخلي نبرة صوتي مملة؟ ان انا اكون بتكلم على نبرة صوت واحدة، ودي بنقول عليها اسمها المونوتون. المونوتون ان انا نبرة صوتي تكون ماشية على رتم واحد، لا بتعلى ولا بتوطى، عاملة كده زي ايه في البيت كده لما تكون قاعد في امان الله ومرة واحدة تلاقي التلاجة فصلت، فانت بتحس بايه؟ اللي هو ايه ده؟ هو انا كنت عايش في الدوشه دي ازاي؟ هي فكره ان انت اتعودت على نبره صوت ثابته لفتره طويله، فخلاص دي ما بقتش بالنسبه لك دوشه، لا انت ودنك اتعودت عليها. فبعض الناس للاسف نبره صوتها بتبقى مونوتون او ممله بالشكل ده، بتبقى ماشيه على نغمه واحده. وطبعا يعني من سوء حظك لو شخص بيكلمك وهو مونوتون واصلا نبره صوته عاليه، فتخيل بقى ان انت يعني هتسرح منه وفي نفس الوقت هتصدع. فلازم اخد بالي من نبره صوتي ان هي ما تبقاش مونوتون. بنعمل حاجه اسمها الفلكتويشن او الصعود والهبوط. يعني في مواقف معينه بتبقى محتاج ان انت نبره صوتك تعلى وبعد كده تهدى شويه، وبعد كده تبقى أسرع شوية، وبعدين تبقى أبطأ. فكرة التنوع في نبرة الصوت بيشد الانتباه وبيخلي اللي قدامك مستمتع وعايز ان هو يسمع اكتر واكتر واكتر. مهم برضو ان نبرة صوتك يعني ما تكونش سريعة قوي ولا بطيئة قوي، تبقى في النص، لا برضو على حسب الموقف. يعني الموقف يستدعي ان انت تقول الحاجة بسرعة ولا تقولها بالراحة. لا السريع كويس ولا البطيء كويس، نفس الكلام اللي كنا بنقوله في الفوليوم بتاع الصوت. بعض الناس هو طبعها انا بتكلم بسرعة، وفي بعض الناس طبعها بتتكلم بالراحة. لازم برضو افهم طبيعة صوتي او طريقة كلامي من انهي نوع علشان اعرف انا هشتغل على ايه. ما ينفعش اكون بتكلم بسرعة قوي لدرجة ان الناس ما تفهمش او الناس تبقى حاسة ان هي محتاجة تاخد نفسها وانا بتكلم، ولا ينفع ان انا اكون بتكلم بالراحة. في ناس هتمل، في ناس من طبعها بيبقى طبع حامي كده، انا عايز اسمع اكتر، انا اقول اللي عندك، اتكلم بسرعة. فلازم افهم طبيعة صوتي، انا نبرة صوتي سريعة ولا بطيئة ولا شكلها ايه بالظبط، عشان اقدر ان انا اشتغل على ده. برضو من ضمن الحاجات المهمة قوي في نبرة صوتك ان هي تكون يعني واضحة، مخارج ألفاظك تكون واضحة. في ناس مخارج الألفاظ عندها يعني إيه، دايس عليها القطر شوية، اللي هو يعني بتبذل مجهود علشان تفسر هي بتقول إيه، بتحاول دايما إيه اللي هو تقول إيه ما فهمتش ما سمعتش، طب عيد تاني. لو إحنا من النوع ده محتاجين نشتغل شوية على مخارج الألفاظ، إن إحنا نتأكد إن الكلام بيطلع واضح، بيطلع مسموع، خصوصا لو احنا بنشتغل شغلانه تستدعي كده. يعني الناس اللي بتشتغل في التدريس، الناس اللي بتشتغل كاستمر سيرفيس او كول سنتر، الناس اللي بتشتغل سيلز، الناس المدربين، كل دول ناس بتستخدم يعني صوتها كأداة من أدوات الشغل بتاعها. احنا عندنا بريك دلوقتي؟ احنا عندنا بريك دلوقتي. لو لاحظتوا الكلام ما اتغيرش، الجملتين نفس الكلمات اللي اتقالت بالظبط. امال ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير نبرة الصوت، طريقتي وانا بقول الكلمات. مرة وصلت ان انا بسأل، ومرة تانية وصلت ان انا بأكد المعلومة. علشان كده نبرة الصوت من اكتر الحاجات المهمة اللي لازم ان احنا نشتغل عليها كويس قوي، واللي هتفرق معاك جدا جدا وانت بتتعامل وبتتواصل مع الناس اللي حواليك.